ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده جايه اكلمكم عن المضرب بتاعي. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. تعالوا نخرجه ونشوف بيجي معاه ايه واوريه لكم من جوه. ده شكل المضرب من جوه. على فكره يا جماعه هو حلو جدا جدا. هو 450 واط، وليه هنا 5 سرعات. وكمان دي السرعة اللي هي بتبقي بتشغليها بإيدك. بتزود معاكي مثلا لو انتي على السرعة 1 أو 2 وعايزة تزودي برضو بتزودي، ومجرد ما بتشيل ايدك خلاص هي مش بتبقى شغالة، بتبقى شغالة السرعة الأساسية اللي انتي بتشغليها. وده الزرار اللي بتشيلي بيه دول وبيتحط مكانه الاتنين دول اللي هما بيبقوا شكل اللي بيبقى في العجان يعجنوا. بس دول طبعا انا مش بستخدمهم خالص الصراحة، ومش بحس ان هما ليهم يعني لازمة، لان عمرهم ما هيعجنوا زي العجان. يعني فاهمين قصدي ايه؟ طبعا لما بتعجني بيهم عجينة ده بيبقى يعني ضغط جامد على المضرب، لان المضرب بيبقى عايز حاجات خفيفة، تعملي كيكة، تعملي اي حاجة، يعني تضربي اي حاجة. حاجات خفيفة وحاجات بسيطة، مش زي العجان الواط بتاعه عالي وبيستحمل عجن وحاجات كميات كبيرة. ده بيبقى كميات اللي بتستخدميه فيه حاجات بسيطة، كميات قليلة. بتستخدميه لو بتعملي كيكة، بتعملي اي حاجة بسيطة من اللي احنا بنبقى عايزين نستخدم فيها المضرب. يعني هو حلو جدا، عاجبني فيه ان هو يعني السرعات بتاعته قوية ما شاء الله، حلوة قوي. بنصح اي حد لو عايز يجيب مضرب للبيت، هو كينوت حلو قوي قوي. وصراحة انا بحب ماركة كنود جدا، لان بحس ان هي يعني بتعيش سنين وبتفضل معاكي كتير جدا. مش بتفكري ان انت تجيبي مثلا مضرب او اي الصراحة اي جهاز بتجيبيه من كنود، بحس ان هو بيعيش سنين كتير، ومش بتفكري تجيبيه تاني. فانا بنصح جدا اي حد لما يجي يجيب جهاز حتى لو بسيط يعني يصبر شوية ويجيب الحاجة النظيفة اللي تعيش معاه، عشان خلاص كده يبقى الجهاز ده اتركن وانا ما جبتش غيره تاني، ويفضل معايا بقى طول العمر. عايزة افكر في جهاز جديد يعني غيره. ما يبقاش الجهاز عندي بجيبه ده مضرب يعني هعمل بيه كيكة وكده، فاجيبه اي براند وخلاص، وكده كده انا مش بستعمله كتير. لا يا جماعة والله بجد انا كان عندي مضرب قبليه ومعش معايا خالص وبوظ بسرعة. يعني يعني مش الحاجة اللي انتي ما تركزيش فيها، لا، في حاجات بالذات الأجهزة بتاعة المطبخ والأجهزة الأساسية اللي انتي بتستخدميها، حتى لو مش بتستخدميها بشكل يومي، بس لازم تركزي في البراند اللي انتي بتجيبي بيها علشان يعيش معاكي. وكمان بنصح أي عروسة تجيبه في جهازها، لان هو حاجة مهمة جدا. حتى لو انت شايفة ان انت مش بتخشي المطبخ كتير ومش بتستعملي المضرب، مش هتستعمليه في الاول او كده، بس بجد يا جماعة الاجهزة اللي انتوا هتجيبوها وانتوا عرايس، بالذات لو انتوا ركزتوا في البراندات بتاعتها ان هي تبقى كويسة، هتعيش معاكوا جدا وهتبقوا فرحانين جدا ان انتوا يعني جبتوها وما نسيتوش ان انتوا يعني ما فوتوهاش. عشان في عرايس بتقول انا مش بخش المطبخ كتير، يعني هعمل ايه بالمضرب، هعمل ايه بالهاند بلندر، هعمل ايه في كذا، انا كده كده اهم حاجه عندي الحاجات الاساسيه. لا، في حاجات بعد كده انتي هتندمي ان انتي ما جبتهاش. و حبيت اوريلكوا المضرب بتاعي شكله عامل ازاي والواط بتاعه قد ايه. وبيجي معاه السلاحين دول بيتحطوا بدل دول. هو بيجي بالمنظر ده وعلبته بالشكل ده. شكل العلبة بتاعت العجان بس على صغير بقى. هو حلو قوي قوي. جيبوه وهتفرحوا جدا ان انتوا جبتوه. انا فضلت فترة كبيرة جدا نفسي فيه وعايزة اجيبه.
بس مرضتش اجيب غير اللي انا مقتنعة بيه واللي انا شايفة ان هو يعيش معايا، عشان ما اضطرش اجيب واحد تاني لو حصل له حاجة، يعني يبقى هو خلاص ده اللي موجود عندي واحافظ عليه وخلاص. يا رب يكون الريفيو بتاعي عجبكم. عايزاكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، وكمان تعرفوا صحابكم على القناة بتاعتنا عشان العائلة بتاعتنا تكبر. واستنوا مني فيديوهات تانية على أجهزة تانية، واللي عايزني أعمل فيديو معين يعرفني هو عايز يعرف فيديو عن ايه وانا اعمله لكم. وسلام.